السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة وترك. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي من قشطة وش اللبن، وهنعملها بعجينة زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط، وهقولكوا ازاي قلبها من جوه يطلع مفرغ معاكم. ولو ما عندكيش قشطة وش اللبن هقولك على كل البدايل اللي ممكن تستخدميها. لو أول مرة تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله توكلنا على الله. معايا كوبايتين مية دافيين، وهقولك ليه استخدمت المية الدافية. كيلو من الدقيق، بس أنا بشيل منه كوباية على جنب عشان ممكن العجينة تبقى سايلة مني، فأقدر يعني أزود الدقيق واستخدمها. معايا 5 معالق كبار من قشطة وش اللبن، معلقتين سمنة، معلقة صغيرة من الملح، نص كوباية من السكر، ومعايا كمان 2 باكت من الخميرة. أول حاجة خالص هنعملها مع بعض هو اختبار الخميرة. هجيب كوبايتين المية الدافيين، وهحط عليهم دلوقتي نص كوباية السكر، وأضيف ال2 باكت خميرة، وأقلب طبعا كل المكونات كويس جدا مع بعضها لغاية لما السكر يدوب معايا في المية. تمام كده، أنا هدوبهم كويس واسيبهم على جنب بقى يتفاعلوا. هجيب كيلو دقيق، هحط عليه معلقة صغيرة من الملح، وبعدين بقى أبدأ أجيب معايا 5 معالق قشطة كبار وأحطهم على الدقيق. هبدأ بقى بإيدي أفرك القشطة كويس جدا في الدقيق، بحيث إن أنا أشرب القشطة كلها للدقيق، ودي الخطوة اللي هتبدأ تغنيني عن إضافة اللبن أو اللبن الرايب. لأن أنا لما بشيل القشطة بتاعت وش اللبن دايما بحط معاها كبشة لبن، لأن أنا استخدامي دايما في القشطة إن أنا بعجن بيها، فأنا ببقى عيناها باللبن بتاعها، عشان كده أنا عجنت بمية. والخطوة ديّة طبعًا إن أنا باشرّب القشطة للدقيق، بحيث إن أنا أكني شرّبت الدقيق اللبن، فبالتالي يبقى العجن أكني باعجن بلبن. كده خلاص أنا شرّبت الدقيق كل القشطة اللي كانت موجودة، هابدأ بقى أضيف الخميرة. هي ما شاء الله اتفاعلت معايا أهي زي ما أنتم شايفين. هابدأ بقى في المرحلة دي بالسباتيلا أبدأ أقلّب وأعجن بالسباتيلا علشان العجين ما يتهدرش ويمسك في إيديّا. هنفضل نقلب لغاية لما أحصل على عجينة متماسكة قوي، خلاص مش قادرة أتحرك بالسباتيلا جواها زي ما انتوا شايفين كده. أبدأ بقى في المرحلة ديت أتدخل بإيدي وألم العجينة كلها. أنا هنا لميتها شوية بس حسيت إنها ناشفة معايا، فضفت لها تقريبا أقل من ربع كوباية مية. هي كده خلاص، أنا مش هضيف لها سوائل تاني، هي ما شاء الله اتلمت معايا كويس. هبدأ بقى دلوقتي أعجنها، وأنا بقى بعجنها معاكم دلوقتي هبدأ أقولكوا على البدايل اللي ممكن تضيفوها. بس خلّوا بالكم إن أنا هاقول لكم على البدايل بالنسبة لنُص كيلو دقيق، مش هاقول لكم على كيلو دقيق. أول حاجة، لو طبعًا أنتِ عارفة إن أساس القرص الفلاحي إن أنتِ تعجني بلبن رايب. طيب أنتِ عندِك دلوقتي لبن عادي ومش عايزة تعجني بيه، عايزة تروّبيه. أسهل حاجة إن أنتِ هتجيبي كوباية اللبن وتحطي عليها معلقة صغيرة من الخل، بس على قد ما تقدري ما تحاوليش تجيبي كوباية كبيرة أوي، علشان أنتِ لسه مش عارفة الدقيق بتاعِك هياخد مقدار قد إيه من اللبن أو من السوائل اللي أنتِ هتستخدميها. الأول بس عايزة أقول لكم إن هنا كانت العجينة تقيلة على إيديا، وما كنتش هاقدر أشربها السمنة كويس، فبدأت أقسمها نصين، وهاخد كل نص أشربه بمعلقة سمنة، وبعد كده ألمهم تاني على بعض. نكمل بقى البدايل بتاعتنا. طيب لو انتي ما عندكيش لبن أو لو ما عندكيش لبن رايب، ممكن لكل نص كيلو دقيق تضيفي 3 معالق كبار من اللبن البودر. تمام، يبقى احنا كده يا اما عجننا بقشطة فيها اللبن بتاعها، يا اما عجننا بلبن رايب، يا اما عجننا بلبن بودر. طيب نيجي للمادة الدهنية. لو انتي اصلا ما عندكيش قشطة وش اللبن، لكل نص كيلو دقيق هتستخدمي 3 معالق كبار من السمنة ومعلقتين من الزيت. طب لو انتي عندك معلقة مثلا من القشطة، ممكن تحطي معلقة من القشطة وتحطي معلقتين من السمنة وتلمي في الآخر العجينة بمعلقة زيت. انا بالنسبه لي هنا القشطه كانت ما شاء الله كانت دسمه وكانت كتيره، فما احتجتش ان انا احط زيت، يعني انا اكتفيت بالخمس معالق قشطه ومعلقتين السمنه بس. هنا ما شاء الله بوريكم بقى ان العجينه ما شاء الله اتلمت معايا كويس.
برضو هلم النص التاني زي ما لميت النص ده. طبعا انا بالنسبه لي ديت بتبقى اسهل بكتير، وبتخليني ان انا يعني اقدر اعجن العجينه كويس، لانها لما بتبقى كيلو كبيره على ايديا ما بقدرش ان انا اتحكم في العجن كويس جدا واخدم العجينه كويس، علشان كده بقسمه لما بيبقى كبير عليا بقسمه نصين. هنا خلاص ان شاء الله هبدأ اشرب بقى النص التاني. كده تمام خلاص، يعني انا كده يعتبر شربت النصين كويس قوي. هبدأ بقى ألم النصين على بعض. ما شاء الله طريت معايا خالص. هلم بقى النصين على بعض وابدأ ألمهم الاتنين، طبعا بيبقى لمهم أسهل بكتير من عجنهم كيلو على بعض. أنا بقى في الوقت دوت كنت ولعت الفرن لمدة 10 دقايق وطفيته علشان بس يبقى سخن معايا، لأن الجو ساقعة والعجينة طبعا هتتأخر جدا على ما تخمر. فمجرد ما بدأت أحط النصين على بعض شغلت الفرن جنبي بس 10 دقايق وبعدين طفيته. خلاص كده هي العجينة اتلمت معايا. تمام كده. هنبدأ بقى الطبق اللي كنت بعجن فيه أحط بس فيه معلقة زيت وادهنه كويس، وبعد كده أحط فيه العجين، وبرضو أدهن وش العجينة من الناحيتين بالزيت عشان لما تختمر ما تلزقش معايا في الطبق. هقفل بقى عليهم بالاسترتش الغذائي، وانا طبعا مسخنة الفرن. هدخله بقى على طول الفرن دافي كده عشان تخمر معايا بسرعة. هنا كنت ما اخدتش مية تاني، كنت بوريكم ان هي اخدت معايا كوبايتين واقل من ربع كوباية مية، وكوباية الدقيق اللي كنت حاطاها على جنب انا ما استخدمتهاش. كده بعد ما العجينة ما شاء الله اختمرت معايا، هبدأ بقى اخدها وابدأ اعملها دواير صغيرة على قد حجم القرصة اللي انتي عايزاها، يعني انتي اللي بقى تبدأي تتحكمي في حجم القرصة اللي انتي عايزاها. انا خلاص اطلع بس منها الهوا. ما شاء الله العجينة كان ملمسها حلو جدا وكانت ناعمة قوي ما شاء الله، لما بتتخدم بمادة دهنية كويس قوي بيبقى ملمسها حلو جدا. بصي بقى، انا دي الطريقة اللي انا بقدر اتحكم فيها بكور متساوية، ان انا بمسك طرف العجين والمه، وبعدين بايديا التانية ابدأ اخد كورة كده زي ما انت شايفة معايا، وابدأ ادورها على ايدي كويس، اقفلها الاول من تحت كويس، وبعدين ادورها كويس على ايديا، وبعدين احطها بقى عشان تبدأ ان هي ترتاح معايا شوية عشان لما افردها ما تبدأش تلم معايا تاني. او بصي زي ما انت شايفة معايا كده، بمسك طرف العجين واخد منه كرة صغيرة. طبعا انت حابة تعمليها على ميزان بتعمليها بالويم بايديكي، دي حاجة ترجع لك انت. انا بقى هخلص ان شاء الله الكمية كلها زي ما بوريكي كده، اعملها كلها كور جنب بعضها صغيرة كده واسيبها ترتاح معايا. انا سبتها تقريبا تلت ساعة. كده خلاص تمام، دي كل الكمية اللي طلعت معايا. فتحت اكياس تلاجة وهغطي وشها كده عشان هي جو ساقعة طبعا، وشها ما ينشفش معايا، وفي نفس الوقت تبدأ ان هي تختمر معايا بسرعة. كده خلاص اهوت بعد تلت ساعة. هبدأ بقى اكشف جزء جزء، ما تكشفيهاش كلها عشان وشها ما ينشفش معاكي. انا ما دهنتش الصواني لان هي ما شاء الله المادة الدهنية فيها كويسة جدا. بتاخدي طبعا اول واحدة انتي اشتغلتي فيها، بس انا عشان الكاميرا كانت محطوطة معرفتش اطول اول واحدة، فخدت اللي بعدها على طول. وباخدها زي ما هي، ما بفرغش منها الهوا خالص، زي ما هي كده بتاخديها على طول وتفرديها في الصينية. ما تطلعيش منها الهوا، لانك لو طلعتي منها الهوا العجينة هترجع تكتم معاكي تاني، ومش هتديكي الفراغات اللي انتي هتشوفيها معايا في اخر الفيديو باذن الله. هنا خلاص بقى هبدأ ابطط كل الدوائر اللي معايا ديت، القرص دي هبدأ ابططها في الصواني. هنا ده بقى السمك انا بوريهولك، انا عايزة السمك بتاعها زي ما انت شايفة كده، مش عايزاها تخينة لانها لسه هتختمر، ومش عايزاها رفيعة قوي عشان ما تطلعش ناشفة معاكي. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا، وانا كنت دلوقتي كمان مدفية الفرن،
رجعت اللي اخلصه كنت بدخله في الفرن لغاية لما ما شاء الله كل القرص معايا اختمرت كده زي ما انت شايفة معايا كده بالظبط. هنا بقى في الوقت ده انا شغلت الفرن على 180 وبدأت ادخل القرص على الرف الاوسط. ما شاء الله اول 3 صواني طلعوا معايا. ايه ده ما شاء الله كانت ريحتها حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. كانت ما شاء الله ريحة القشطة والسمنة مخليها ريحة العجين حلوة قوي. ما شاء الله سواها حلو. انا ما شغلتش عليها الشواية من فوق هي اخدت لون من فوق ومن تحت مع بعض كده مرة واحدة. إيه طرية قوي ما شاء الله. يعني انا قلت على ما هصور لكم بس شكلها واغطيها، لا هي ما احتاجتش ان انا اغطيها. هي ما شاء الله طالعة طرية جدا. هي كانت بس سخنة ما كنتش عارفة افتحها. كانت لسه طالعة من الفرن حالا. بس ما شاء الله قلبها من جوه مفرغ خالص. يعني اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها باذن الله تعجبكم. انا بقى طالما عندي قرص لازم يكون عندي أدهن ظهرها بجبنه واعمل جنبها كوبايه شاي. ما ينفعش يبقى عندي قرص فلاحي وما اعملش كده. فهبدا بقى اجيب معاكم الجبنه دي احنا كنا عاملينها مع بعض. إيه كنت عامله من لتر لبن كنت عامله كيلو وربع جبنه. إيه عامله جبنه قطع زي اللي معايا ديت وهوريكم كمان عامله منها كمان جبنه كريمي. يعني انا من لتر لبن كنت مطلعه كيلو وربع جبنه. ان شاء الله اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف باذن الله. ما شاء الله الجبنه كانت حلوه قوي وكانت بتتفرد كويس قوي. يعني ان شاء الله برضو تجربوا طريقه الجبنه وان شاء الله توفر معاكم لانها طريقه موفره جدا جدا يعني. هي ما شاء الله هي لسه سخنه تدهني عليها الجبنه على طول. دي كده كانت الجبنه القطع اللي احنا عملناها مع بعض. وهوريكم برضو الجبنه الكريمي ما شاء الله كانت سايحه. وما شاء الله موفرة قوي لان هي تقريبا كل اللي اتكلفت معايا لتر لبن فهي مش مكلفة خالص ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها برضو وتعجبكم بإذن الله. ما شاء الله قوامها كان حلو جدا مع القرص السخنة بقى فكانت حلوة جدا ما شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوا الطريقة ديت وتعجبكم يا رب بإذن الله. ولو اول مرة تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك. ولو عجبك الفيديو لايك وشير. واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.